السلام عليكم اخوتي في الله، ان شاء الله كامل وحده تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. اليوم يا البنات راه معنا لاكولير تحفه. هذا لاكولير اللي تشوفك بها تقول لك محال خرجتيها غير بالصبغه، باين عليك بلي راكي دايره ديكاباج قبل، وانا نتحداك باللي هذا لاكولير تخرج لك بلا ليماج بلا ديكاباج غير بالصبغه وحدها. هذا الميلونج درتو مئات المرات، تجربوه الاف المشتركات، حاجه روعه بمعنى الكلمه. يخرج لك كيما راكي تشوفي فيه بالصبغه وبهذه الطريقه، بشرط واحد فقط انك تطبقي الطريقه والميلونج خطوه بخطوه كيما راح نذكروه في هذا الفيديو، هكا باه تظني بلي لاكولير تخرج لك هي. بلا ما نطول على خياتي نروحوا مباشرة نحكوا على القاعدة اللي تحط عليها هذا الميلونج اللي تحصل على هذا اللون. أول قاعدة معنا اللي هي درجات العسلي. جميع درجات العسلي كيما داروا، سواء العسلي هذاك تاعك راه جديد، راه هابط لك، راه فيه الأورانج، المهم عندك العسلي من الاخر. هنا تقدري ديري هذا الميلونج وهذه الطريقه وراح تخرج لك لاكولير. كوني هانيه. نروحوا للقاعده المواليه اللي عندهم ليماج. نتوما اللي عندكم ليماج، سواء الليماج تاعكم راهم جدد راهم هابطين، راكم خايفين بلي ليماج تاعكم ما يروحوا، نقول لكم هذا الميلونج تقدروا ديروه وليماج تاعكم ما تخافوش كامل عليهم، راح يضواو راح يتفتحوا، راح يولوا في واحد لاكولير متناسقه بزاف مع باقي الشعر. باختصار صحاب ليماج تقدروا ديروا هذا الميلونج. نروحوا للقاعده المواليه اللي عندها شعرها طبيعي، جامي صبغت شعرها، نقول لك اكيد تقدري تحطي هذا الميلونج. نروحوا للقاعده المواليه اللي هي اصحاب الشاطئ. جميع درجات الشاطئ يقدروا يديروا هذا الميلونج بين قوسين باستثناء الشاطئ فرنسي الكستنائي الغامق اللي هو رقم 2 فلوريات. نتوما ما تقدروا تحطوا هذا الميلونج. نروحوا للالوان اللي ما يقدروش يديروا كامل هذا الميلونج وما راحش يخرج لهم هذا اللون، اللي سابغين بدرجات الاحمر الاكاجو الاوبرجين الى اخره ما يقدروش، واللي سابغين بالحنه، واللي سابغين بالاسود الغرابي. انتوما الالوان الثلاثه كامل ما تقدروش تحطوا هذا الميلونج، لا كولير للاسف ما راحش تخرج لكم. نروحوا مباشرة للميلونج تاعنا. هذا الميلونج فيه مرحلتين، راح تصبغي بالمرة الأولى المرحلة الأولى، من بعد تعاودي تصبغي بالمرحلة الثانية. شحال تبقاي ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ يفضل تبقاي يومين أو يوم، لكن إذا انت صبغتي في نفس اليوم، مثلا درتي المرحلة الأولى من بعد رحتي غسلتي شعرك نشفتيه ولا نشف وحده ما يهمش، من بعد رحتي صبغتي مباشرة المرحلة الثانية، نقول لك عادي جدا ما تخافيش كامل على شعرك ما عليه والو. هي من الافضل تستنى نهار ولا يومين، لكن كاين اللي ظروفها ما تسمحش انها تبقى بهذيك اللون تاع المرحله الاولى، اما لا انتي تقدري تعاودي تصبغي المره الثانيه مباشره بعد المره الاولى. واضح واضح. المرحله الاولى راح تصبغي بهذه الصبغه اللي هي بي ان من اندريا دوتي. بي ان اندريا دوتي اشقر شمالي، ما فيهاش رقم البنات، هي تجي كيما هكا مكتوبه اشقر شمالي بي ان، صبغه مفتحه بامتياز، تفتح لك شعرك بلا ليماج بلا ديكاباج، تلقاي شعرك فاتح، توصلوا لك لدرجه البرتقالي، يعني حاجه روعه. هنا اللي ما عندهاش كيفاش تحصل على هذا اللون، في هذه الحاله برك اللي تقدري تروحي تبدليها بالبلاتين في اي صبغه مكتوب فيها بلاتين. في حاله ما كاش كيفاش توفري هذا البيئان، هنا تقدري تحطي مثلا في لغيات تقدروا تفتحوا بهذا الرقم اللي هو رقم 25. في حالة ما توفرش عندك البيئان، لأنه هو من الأفضل نفتحه بالبيئان لأنه درجة التفتيح تاعو بزاف مليحة. في هذه الحالة اللي ما توفرش تقدري تروحي تفتحي بالبلاتين اللي رقمه 25 في لغيات. المهم هذا البيئان راح تدي معاه قارورة أوكسيدو تركيز 30، قارورة واحدة وبيئان صبغة واحدة، وتحطيهم في البول تاعك، تخلطيهم مليح، وتحطيهم في شعرك لمدة 40 دقيقة وتغسلي شعرك. هنا راكي درتي المرحلة الأولى. نروح مباشرة للمرحلة الثانية اللي راح نبدو الميلونج تاعها من لغيات برك. هذا الميلونج نبداو بأول رقم اللي هو رقم 25 بلاتين، راح تدي منه علبة كاملة، يعني هذه العلبة راح تديها كاملة وتزيدي لها النصف من رقم 19 أشقر جدا فاتح، أشقر جدا فاتح بلون تري كلير، راح تدي منه النصف فقط.
راح تدي رقم 20 أشقر فاتح جدا رمادي. هاي لكم أشقر فاتح جدا رمادي بلون تري كلير ساندغي رقم 20. راح تدي منها هي أيضا النصف، نصف. هنا راح تضيفيه قيس حبة الحمص برك من المصح الأزرق رقم 38. هاي لكم. نروحوا للاوكسيدو. الاوكسيدو هنا قيس الصبغه، قيس الاوكسيدو كالعاده كما موالف نقول لكم. ادينا علبه كامله، هنا ادينا نصف منا نصف منا، يعني المجموع راح يكون علبتين من الاوكسيدو اللي راح يكونوا تركيز 30. هاي لكم هنا تركيز 30 راح تدو علبتين. هذا المصح الازرق النسبه تاعو كامل ماهيش حاجه، يعني ما راحش تعديها كامل مع الصبغه، على بها حسبنا غير هذو خلاص. بعد ما تفرغي الميلونج تاعك في البول تخلطيه مليح، تحطيه في شعرك، تخليه لمده 40 دقيقه. بعدها تغسلي شعرك، راح تشوفي لا كولير كيما شفتيها في بدايه الفيديو ولا اروع. صح الميلونج هذا فيه بزاف علب، بصح احنا راه عندنا لا كولير فاتحه، لازم نخرجوها بلا ليماج بلا ديكاباج بلا لون برتقالي، يعني ضروري يكون هذه الارقام ويكونوا هذه الالوان شغل ما كاش كيفاش. ونعاود نذكركم بلي هذه الطريقه وهذا الميلونج مضمون 100% يمد لك لا كولير اللي شفتيها في بدايه الفيديو تماما. ونخليكم هنا خياتي، دمتم في رعايه الله وحفظه في فيديو قادم ان شاء الله.